مساء الخير، وانا جاي اسير الجدل وابين لكم ان انا عيل جامد، والحمد لله بفهم من بره الصندوق وبقول كلام بعد كام شهر بيحصل، لكن وانا بقوله الناس بتقول عليا ايه؟ العبيط اهو، العبيط اهو. هاجي لكم في حوار كده كنت اتكلمت فيه من فتره مع ناس اصحابي وقاعدين، والناس دي على القناه وممكن يشهدوا بالكلام دوت ويقولوا ان فعلا الواد محمد عصمت قال الكلام دوت، واحنا ساعتها كنا بنتريق عليه ونقول عليه العبيط اهو. الفترة اللي فاتت طبعا كان في ايه؟ احسن لعيب في افريقيا، واحسن لعيب في العالم، واحسن نادي في افريقيا، واحسن منتخب في افريقيا، وحاجات كده ايه فيها شوية تهجيص. وطبعا شفنا مين احسن لاعب في افريقيا، يعني احسن لاعب في افريقيا خدها مين. فهو احنا قاعدين كده في ناس اصحابي وهم على فكرة اهلاوية ومتعصبين جدا، بيقولوا لي ايه ده؟ في حاجة غريبة يا محمد يا عصمت في الموضوع ده. قلت له اتفضل يا فندم قول. قال لي محمد صلاح مش موجود وانت مالكش اي تعليق في الحوار دوت. قلت له تعليق زي ايه؟ قال لي يعني انت مثلا ما علقتش وقلت ازاي محمد صلاح مش موجود في احسن لاعب في العالم؟ ازاي محمد صلاح مش موجود في احسن لاعب في افريقيا؟ قلت له عشان انا عارف ومتاكد ان محمد صلاح مش هيبقى موجود لا في احسن لاعب في العالم ولا حتى احسن لاعب في افريقيا. قام قال لي ليه بقى؟ ان شاء الله ده محمد صلاح ده احسن لعيب في العالم، احسن اسيستنت في العالم، احسن مهاجم في العالم، احسن اي حاجه حلوه وحط وراها في العالم. قلت له طبعا ما انا عارف، واي حد يقول غير كده يبقى ما بيفهمش كوره، بس في اسباب تؤدي الى هذه النتيجه. قال لي ايه بقى يا سيدي الاسباب؟ قلت له هقول لك على اسباب كتير قوي انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، بس العبد لله عارفها. هو دلوقتي ليفربول بيحاول حتى يتكلم مع محمد صلاح في التجديد. قال لي لا. قلت له مش محمد صلاح نفسه بيطلع يشتكي وبيسلم الاداره للجمهور وبيقول لهم انا ما حدش اتكلم معاه في التجديد؟ قام قال لي اه. قلت له هل ده طبيعي؟ قال لي بص اصل الناس دي في اوروبا ليها خطط وليها دراسه جدوى. بقول لك ايه، ما توجعليش دماغي، لا دراسه جدوى ولا خطط ولا زفت، في لهو خفي في الموضوع. قام قال لي يا سلام. قلت له لا، في لهو خفي في الموضوع وما تتفزلكش عليا، انا عارف انا بقول لك ايه. قال لي طب يا اخويا ما تتفزلكش انت بقى علينا وفهمنا بقى. قلت له هفهمك. ليفربول واخد تعليمات انه ما يجددش لمحمد صلاح. قال لي ايه ده؟ محمد صلاح هو ليفربول؟ قلت له محمد صلاح اهم لاعب في ليفربول، ده المحللين لما طلعوا النقط اللي جابها محمد صلاح لليفربول يبقى المفروض ليفربول السابع مش الاول، يعني اذا محمد صلاح ده العمود الفقري لليفربول. هل من الطبيعي ان هم ما يجددلوش؟ قام باصص كده وسرحان وقال لي بص هو في حاجه بس انا مش فاهمها. قلت له بس خلاص بلاش ده كله، محمد صلاح عقده هينتهي، مفيش نادي في اوروبا من الانديه الكبيره حاول حتى يجس نبض محمد صلاح انه ممكن ينتقل له ولا لا. قال لي لا. قلت له بس خلاص. قلت له مانشستر سيتي مش في حاجه لمحمد صلاح؟ قال لي اه طبعا، ده لو محمد صلاح راح مانشستر سيتي الاثنين هينفعوا بعض. قلت له بس خلاص بلاش ده كله. هو محمد صلاح ما يلعبش في ريال مدريد؟ قال لي يلعب. قلت له ما يلعبش في برشلونه؟ قال لي طبعا يلعب. قلت له محمد صلاح يلعب في اي نادي كبير كبير جدا في اوروبا سهل جدا ومرتاح، لكن ما حدش فاوضه وما حدش كلمه، هل ده طبيعي؟ قال لي لا. قلت له طب هقول لك على حاجه ثانيه كلنا شايفينها، هل من الطبيعي ان محمد صلاح ما يترشحش لجائزه احسن لاعب في العالم بالرغم ان محمد صلاح السنه دي بيقدم احسن نسخه ليه في الدوري الانجليزي وكمان بيحطم كل الارقام القياسيه؟ قال لي بصراحه صعب قوي. قلت له يا عم بلاش هنعديها. هل من الطبيعي ان محمد صلاح ما يترشحش لجائزه احسن لاعب في افريقيا؟ يا عم ما ترشحش لجائزه احسن لاعب في العالم وقلنا خلاص يا عم العالم ليه ناسه وناس جامده واحنا ايه هنسكت ونقول ايه يا عم خلاص كفى المؤمنين شر القتال؟ هل من الطبيعي ان محمد صلاح ما يترشحش لجائزه احسن لاعب في افريقيا؟ قول لي مين في افريقيا احسن من محمد صلاح مع ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم؟ قول لي بقى مين في افريقيا هيبقى احسن من محمد صلاح؟ قال لي بصراحه لا. قلت له عرفت ان في سر، احسن لاعب في العالم ما يترشحش لجائزه احسن لاعب في العالم، بلاش ده ما يترشحش لجائزه احسن لاعب في افريقيا، بلاش ده. ليفربول النادي اللي بيلعب فيه اصلا مش عايز يتعاقد معاه، ده عادي، مفيش اي نادي في اوروبا كبير ولا حتى منتصف ولا حتى صغير حاول يتعاقد معاه، ده طبيعي؟ قام قال لي ايه بقى السر؟ قلت له يا باشا السر واضح وصريح واللهو الخفي معروف. قال لي مين يا معلم؟ قلت له تركي آل الشيخ. قام قعد يضحك بقى ويقول لي يا عم بقى بطل هكس، هو انت حاطط تركي آل الشيخ في دماغك ليه؟ قلت له يا باشا انا مش حاطط تركي آل الشيخ في دماغي ولا حاجه، هي دي الحقيقه. تركي آل الشيخ ده عباره عن طفل صغير مدلل يملك كل الامكانيات، فلوس بالهبل، اي حاجه عايز يعملها. ومحمد صلاح جه في مره قال لك في تصريح مهم جدا لن العب في السعوديه، والتصريح ده بالنسبه لتركي آل الشيخ حياه او موت. عارفين لو محمد صلاح قال لتركي آل الشيخ انا هاجي السعوديه ووزني ذهب وحملني بيه ده المقابل بتاعي، تركي آل الشيخ هيوافق. ليه؟ لان هو الموضوع دخل معاه في عند السعوديه. تركي آل الشيخ فيه ميزه حلوه قوي قوي قوي، اللي هو ايه؟ ما بيسخرش الفلوس اللي معاه لمجده الشخصي، بيحب دايما يخدم السعوديه. يعني مثلا تركي آل الشيخ عنده نادي الميريا الاسباني، هل فكرت او انت شفت في مره تركي آل الشيخ بيجيب لعيب عالمي يوديه الميريا؟ لا 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 خالص، يوم جايبه فين؟ السعوديه.
لان الفلوس دي فلوس السعوديه، فاذا هو موظف شغال في السعوديه بفلوس السعوديه بيخدم السعوديه، فده هتلاقيه ماشي طياره، اي حاجه عايز يعملها بينفذها. فانا قلت لكم اهو يا جدعان اللي ورا الحوار ده كله، وعشان محمد صلاح يترشح لجائزه احسن لاعب في العالم او احسن لاعب في افريقيا او احسن لاعب في اسيا او اي حاجه كويسه لازم يروح السعوديه. وكده كده تركي آل الشيخ هياخده بالعافيه. اصحابه قعدوا يضحكوا يقولوا لا 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 لا، تركي آل الشيخ مثلا يبقى نفوذه في افريقيا في اسيا، لكن على العالم كله قلت لهم انسوا. تركي آل الشيخ ده اشهر رجل في العالم، انسى الكلام ده. وانا اهو وانت اهو، ومحمد صلاح يبقى في السعوديه غصب عن محمد صلاح. قالوا يا عم بقى بطل بقى، قلت لهم والله العظيم زي ما بقول كده الكلام ده هيحصل وبالعافيه، والحمد لله الناس دي حيه ترزق وشهاده على الكلام دوت. فنقوم النهارده بفضل الله يعني كده على المفاجاه، تركي آل الشيخ نزل الصوره دي. ايه رايكم يا حبايبي؟ مش انا قلت لكم تركي آل الشيخ هو ورا الحوار ده كله؟ ما صدقتونيش. انا دايما بفضل الله بفكر بره الصندوق، يعني في حاجات كتير قوي قلت تركي آل الشيخ وراها وفي الاخر يطلع انا صح. فما تجيش تقول لي تركي آل الشيخ ما يعرفش يعمل حاجه، يا عم اجري بقى. ده جاب الظاهره رونالدو الاصلي لبسه فانلة الاهلي، والظاهره توتي نجم ايطاليا، بص معشوق احلام الايطاليين وفارس احلام الايطاليين، لبسه فانلة الزمالك، وجاب مورينيو احسن مدرب في العالم شايله كاس مصر ونزله بالاستاد. يا جدعان بطلوا تخاريف، الراجل ده اي حاجه عايز يعملها هيعملها. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني واستنى حصرياتي اللي الحمد لله بتبقى بره الصندوق. سلام عليكم.